الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأسعد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى آله وصحابته وتابع التابعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم إن شاء الله جل جلاله في حديث قصير عن أسباب تحقيق السعادة الزوجية، أو بعبارة أخرى قوام الأسرة المسلمة. ذكر أهل العلم فقالوا بأن الأساس الأول في إصلاح وصلاح الأسرة المسلمة هي طاعة المولى تبارك وتعالى فيما أمر، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والامتثال لأوامرهما في هذه الحياة. فذكر بأن الرجل لا بد أن يكون مطيعا لله عز وجل، محافظا لحدود الله عز وجل، راعيا لمسؤوليته تجاه أسرته من زوجة وبنين وبنات، ليستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. النهضة أيها الإخوة الكرام في صلاح الأسر، في العبادة، في الأساس، في رب رب العالمين عز وجل يوكل ثوى الشث أتسير الصلاح ولاش نفس المشاكل أتعيش في الحياة مثل السعادة الزوجية. هذه السعادة كما ذكر أهل العلم لا تتمثل أيها الإخوة المؤمنون في كثرة الأموال والأولاد وبسط العيش، لا، هذه السعادة قوامها طاعة المولى تبارك وتعالى. ذكرت أهل العلم أيها المؤمنون نند الأساس في جديد الصحان تواشر في السلامت يوافد سيدي الصلاح أدعيش للمعيشة، فمعيش ذيك السهلة، سمعيش ذيك البركة، سمعيش ولاش يصير فلان ولاش يصير غير فن. نند الأساس ناس طاعة ربي سبحانه عز وجل، طاعة ربي سبحانه عز وجل أتسمثل الإنسان، أتسمثل بنادم ذا زوالو، الطاعة ربي أتسمثل الصلاة، أتسمثل الإيمان بالله تبارك وتعالى، أتسمثل الإنسان أمثل عبياقا يسعو النية ويسعو الشوق يوكنا يخدم الخير، هذا استحضير العبد الإسلام باللي غادي يسير الواس، هذه جراعية نينس يا ربي سبحانه عز وجل يوكل لهم أسس يحفظ. شكون سيفنا ديالهم الإنسان التاجر، بمعنى يخدم التجارة، اسمه يحضر الوفاة، اسمه يحضر الموت، يتجد المال، يتجد الغنم إلى غير ذلك، ولكن دي تجارة، الشغل دي تجارة الأساس يوخر من الناس يقال دياليس يموت ربنا في الطاعة، أضروح النسني أسفل سافلين الفضيلة ذات أذكر من المال النير اسم دفكار رب العالمين اسم يتجار ذات السر
ومن بعد انت تصوت السيئات تصوت في الممات يتوصي دريس الطاعه ومن بعد يتجدد ثاني خلاص او يمثل ادي قيلي غادي تختار او يمثل ادي قيلي غادي يحصو غادي ينسى تولي بمعنى غادي يحصو المسؤوليه التاركه اللي جاء من زوجه واموال وبنين اشوف المصير الانسان بعد الممات يمكن الانسان الذي يجد ذريه طيبه صالحه الا يتبدل او كاس القبر نس استعون بماثور القران الكريم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الى قد السكان ثواش في نس أفطاع ربي سبحانه عز وجل طاعة الله تبارك وتعالى الذي استبدل يينس في الصلاة خاطر يوم القيامة أيها المؤمنون أدي كلميك يضربا في تعب صفر في فويض الحيف أهدي القار الأمانة ورك السيدي يا رب العالمين فيجيب الصلاة ودينا يوصل ودينا يباس الربيع ودينا يباس الحوار الصالحين من عباد الله عز وجل أكي حاج بيك درياني تجيب أكي السبب زاد رب العالمين أكي تفقر المسؤولية ما تفرطت يسلك الحياة طاعة الله تبارك وتعالى يعدى أمير المؤمنين في غزوة من الغزوات فوجد بيت يتلألأ بنور القرآن بيت بالليل يذكرون الله عز وجل يقرؤون القرآن يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء فقال لهم من هنا يأتينا النصر أيها المؤمنون إذ كان أحد الصالحين عبد يبصر الغزوة يفيد خان تذكر ربي ذكر قرأ القرآن تصلى استغفرا كلنا صلاة الفجر الصلاة بعد رحنا العمل الجهاد الخدمة إناس النبي صلى الله عليه وسلم الغني المؤمنين إناس خدنا ميدير إني يتسكن النصر يتسكن البركة في تنزيل الرحمة يعدى فيه الخان يفرض المبصين اتصل ورحسينا ننسك ولا ندرغت الناس وقد تأتينا الهزيمة من هنا الناس كذلك الناس الهزيمة الخسارة الناس تجيو خام أما إذا الأخام أساسا زور الدخان طاعة ربي سبحانه عز وجل طاعة ربي هذه يصيبنا ذنب الأهل ينس الدريا ينس الصلاة القراءة القرآن العمل بإقدام العبادة أدي وثاقية المحتاج أتسزل ذيك السيدير أدي يسعو حسن المعاملة مع الناس أدي يسعو صدق النية مع عباد الله عز وجل فهي الأمر زوال الأمر السين أدي يتأسي الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد خلو البيوت من المنكرات السنة مثل نسعى تفتح في الفضائيات في العالم رانا في عصر الانترنت في عصر التكنولوجيا الإنسان أيها الإخوة الكرام أدي قلب الأهالي يليه كتراقبه أشوف خدام أميك أتراقبه أدخل جهر أوين العالية أستكسر المساوئ إقلال أستنتج بينا هذه الحدود أريد العالية خلو البيوت من ماذا؟ من المنكرات من بعد ذلك هذه يتأسى الإنسان سوى شو؟ هذه يتأسى الإنسان العمل يخدم الصالحين يخدم إيجاد الفساد هذه قد الإنسان الذي يسعى الطاعة الذي يسعى التأسي النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى الإنسان الهمة في طلب العلم الهمة في العمل الهمة يوقنا في عوض الجناس كغيفا علاش نقلبوا فرض الكفار في الأمور السلبية علاش ما نقدموش الكفار
المجتمع الغربي علاش ما نقدوهمش في العلم، في القرايه، في النظافه، في الاخلاق، في تطبيق القانون ايها الاخوه الكرام؟ جربي المجتمع وصل للانحطاط كما المجتمع نتاعنا. اللي يجيب واحد ينجح واحد لي كورتيج تاع الاعراس، ولا لي كورتيج تاع الامتحانات، جاب واحد الباك ربح واحد الليسونس تاعو، دار الدكتوراه تاعو، جاب الماستر، فتح عليه ربي سبحانه عز وجل. جربي شفنا مجتمع اللي تلقى الناس تدير لي كورتيج اللي كامل تصوني وتطرطق في البحر الى غير ذلك، ما تخليش الناس تركض. ما ينتج عن ذلك بماذا؟ من حوادث المرور تاع لي زاكسيدون كيما المجتمعات تاعنا. انا 2015 كنت في جورداني في السمانه تاع الامتحانات في الاردن، دوله كامل نزلت للساحه، اي انسان يطرد قال في وجه يديوه الحبس، اللي ما يحترمش قانون تاع المرور نفس الشيء كذلك. حنا منكرات تاع الافراح ما نهضروش، لي كورتيج في الاعراس، حوادث المرور، جاب واحد الباك يفرح بجهه نسمعوا مآسي في جهه اخرى، وقس على ذلك ما كان احترام لا القوانين تاع البلد ولا الاعراف تاع الناس ولا الاخلاقيات تاع المعيشه تاع بني ادم. اذا ليس يتأسى اخلاق تاع النبي صلى الله عليه وسلم. يبغي يديك الباك ما شاء الله اثير في تربيه اللي شرف العالم الا ينفع ثمور في يديك كذلك، ولكن شويه الاحترام، شويه التقدير، شويه تطبيق القانون، احترام القانون. لازم الناس تتعاون كامل. المآسي يتوالي عليه المناسبات، اما المولود، اما التمغرة، اما 27، اما الامور هذه من جهه يقول الانسان، من جهه ان تعيش مآسي دي زاكسيدون الى غير ذلك من الامور. نعم، اذا هذه الامر الاول طاعه الله تبارك وتعالى، تاسي باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اذا قد سعى المجتمعات النظام، أن سعى المجتمعات التقدم أو نحو التقسيط الذي تعجب الإنسان. تحاور واحد الإنسان شيخ كبير مع واحد الإنسان صغير، قال له الإنسان مشطوح القرآن إلى عرف من القرآن، الناس يكونوا متخلفين وصغيرين تستعمركم فرنسا 130 سنة إلى غير ذلك من الأمور. الناس معليش الله يبارك، الناس يكون استعمروا فرنسا 130 سنة، الناس ولكن قبل 30 سنة فما فوق، الناس ما غيرتش العقيدة تاعنا، ما غيرتش الأخلاق تاعنا. الناس فرنسا الكفار عشريتنا وصغير ديننا وصغير عقيدتنا وصغير لي كونتيم لي تراديسيون قيمنا. الناس عاشت معنا قبل 30 سنة، الناس وليد الشباب اللي شاب، الناس تاع طريق الانترنت، الناس دير هكذا في الانترنت، الناس المجتمع الغربي يغير حتى باللباس لك. الولاد السروال، اللبس السروال ما تقدرش تلبسو كيما يتلبس في الشرع، واسمها غاصه السروال يكمل، اما كي يتلبسوا العباد الشرع ربي سبحانه الناس السروال يبدا يلبسوا العوره، يبدا يتبنيك الولي يقال يفهمان، يقال الصغار دونيت، يقال يسعدنا جانب الحياه. هذا الاساس الاول ايها الاخوه الكرام. الاساس الثاني هو خلو البيوت من المنكرات، نهضات في الناس. الاساس الثالث وبه اختم هو استعمال الرفق والمشاورة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله عز وجل بعبد ببيت خيرا أدخل عليهم الرفق. المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف. الإنسان عنده زوجته، عنده بنته، عنده مرته، عنده ولاده،
يتعامل بالرفق بالاخلاق، هذا يسعو شي واحد السيفيزم، هذا يسعو الانسان الرفق، هذا يصوب الانسان المنيس، ياخذ الانسان بمبدا الشورى ومبدا الحوار. اتشمر الخال اتهضر لك الزوجين، اتلطفض وكون اكل وراويه وليدك فميه، اتجعل مدليه لا مشطوح لا مقرا، اتشورى اكيد الشوار، هذه اللي الرفق التلطف ديال الكلام، اكيد الصحميه الصحة الفكرة الصحيحة، ويستعملها الإنسان الفظاظة الغلظة أعكس ذوالي كان لا يعدي. ألا إذا قد تشاور المرأة أكيد كمل الرأي كتشيني الصوبة الرأي النضال أميك أستفكر الحنان أستفكر يكني يخص انت اكيد ديك المعلومات الجداد سنه تستخدم سير الزمران الصحه المسار اللي سيدونيه، ومن الاساس في غدي الصح النبي صلى الله عليه وسلم يوثنا نعيش ديوث الامه ديال المجتمع، ادي عندك الخير، ادي سيد ربي سبحانه عز وجل، ديك البركه، ادي الفضل ربي سبحانه عز وجل، ديك الشحنه، ادي عفو ربي فينا، اين عدان، انس الحربير، اين يسدون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.